تخيل نفسك قائد جيش واقف قدام عدو متفوق عليك في العدد والعتاد، وجنودك مستنين منك إشارة الهجوم، والموت حواليك في كل حتة. وفي اللحظة دي بيهمس في ودنك جنرال عاش من 2500 سنة وبيقولك: بلاستيك هجيب هيا لمونيا هجيب بلديعة محيا الرفاق محيا الكراتين محيا الصراع. إزاي كتاب اتكتب من 2500 سنة على شرائح البامبو في الصين القديمة يبقى النهاردة المرجع الأول لضباط الجيش الأمريكي ومدربي كرة القدم وحتى أباطرة وول ستريت؟ النهاردة هنفتح سوا أخطر مخطوطة استراتيجية في التاريخ، فهيا بنا نشعل فتيل الحرب ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس. بسيطة يعني. في القرن الخامس قبل الميلاد الصين وقتها مش دولة واحدة، دي 7 ممالك داخلين في صراع دموي مستمر. الفترة دي سموها حقبة المماليك المتحاربة، والفوضى ساعتها كانت هي القانون الوحيد. وسط الجحيم ده ظهر راجل غامض اسمه سون تسو. ما كانش سفاح بيعشق الدم ولا قائد بيجري ورا المجد الفاضي، ده كان فيلسوف شايف إن الحرب طريقها دايما للموت، وعشان كده لازم تتفهم وتدرس بدقة الجراح، يا إما نتجنبها يا إما نحسمها بسرعة ومن غير نزيف. سون تسو حط 13 قاعدة صدمة وقتها، قواعد قلبت مفاهيم الشجاعة والفروسية رأسا على عقب. القاعدة الأولى وهي وضع الخطط. قبل ما تدخل أي صراع لازم تحليل العناصر الخمسة للحرب، لازم تفهم هتدخل منين وتخرج منين. هل الطقس والجو العام هيبقى في صالحك ولا في صالح عدوك؟ هل أنا هقدر أحاربه في جميع تضاريس أرضه ولا لازم أتجنب مكان معين ما ينفعش أدخله؟ لازم أبقى عارف مين القائد ومين النائب وإيه سلوكهم وإيه النظام اللي العدو ماشي عليه، لأن النصر بيبدأ قبل المعركة لما تحسب كل العوامل صح وتعرف مين اللي عنده الأفضلية الحقيقية. الحرب مسألة حياة وموت وطريق إلى البقاء أو الفناء، لذلك يجب دراستها بعمق. القاعدة الثانية وهي شن الحرب، وفكرتها إن لازم تكون الحرب سريعة وحاسمة في نفس الوقت، لأن طولها بيستنزف الدولة قبل ما يستنزف العدو. ومن أشهر أقوال سون تسو في الفصل ده إن مفيش أمة استفادت من حرب طويلة الأمد، وسون تسو بيتكلم هنا بلغة الأرقام مش الحماس. كل يوم حرب بتساوي فلوس بتتحرق وموارد بتخلص ومعنويات بتنهار وشعب بيتعب. فهو بيقولك ببساطة لو دخلت معركة ادخلها وانت ناوي تخلصها بسرعة، لأن الاستنزاف البطيء أخطر من الهزيمة السريعة. عندك مثلا أمريكا حاليا في حربها مع إيران صرفت أكتر من $1.5 مليار في 3 أيام بس. متخيل الرقم ممكن يوصل لكام لو الحرب دي استمرت أكتر من شهر؟ لا توجد دولة استفادت من حرب طويلة الأمد. القاعدة الثالثة وهي الهجوم بالخداع. القاعدة دي عند سون تسو ممكن تخليك في نظر ناس كتير شكلك جبان، بس في الآخر تخليك الكسبان. فبيقول لك الراجل تسو ده الحرب خدعة. في السينما مثلا البطل دايما بيواجه خصمه بشرف عين في عين، إنما في عالم سون تسو الكلام ده اسمه انتحار. لو انت قوي اوعى تبان قوي، اتظاهر بالضعف والارتباك، خلي عدوك يطمع فيك ويسيب مكانه ويتحرك من غير حذر. ولو انت قريب منه خليه يفتكرك بعيد قوي لحد لما يرتاح ويغفل. سون تسو بيعلمنا ان المعركة الحقيقية بتتلعب في عقل العدو قبل ما تتلعب على الأرض. الهدف مش إنك تكسر جسم عدوك، الهدف إنك تكسر توقعاته. خليه مش قادر يتوقعك، مش عارف انت امتى تهاجم وامتى تدافع. اطلع عليه في 10 رمضان الساعة 12 الظهر في عز ما انت صايم، وبأزبل خرطوم مية عندك واديله القضية في الرملة الفاضية ولا يهمك. وفي اللحظة دي بنوصل لأشهر جملة في تاريخ الاستراتيجية العسكرية، معادلة النصر اللي عمرها ما بتخيب. سون تسو بيقول لو عرفت عدوك وعرفت نفسك ما تخافش من نتيجة 100 معركة، لكن لو عرفت نفسك بس جاهل بعدوك تكسب مرة وتخسر مرة. أما الكارثة الحقيقية بقى لو أنت جاهل بنفسك وجاهل بعدوك، هتبقى هالك في كل معركة من غير أي استثناء. سون تسو هنا مش بيكلمك عن سيوف ورماح، هو بيكلمك عن أخطر ساحة في حرب التاريخ، ساحة الوعل. لو طبقت الكلام ده عليك دلوقتي من غير تجميل ولا مجاملة، المشروع اللي فشل، اسأل نفسك هل درست السوق كويس ولا دخلته أعمى؟ هل أنت كنت عارف إمكانياتك الحقيقية؟ وقتك، فلوسك، خبرتك؟ ولا اعتمدت على الحماس وقلت نظبطها في السكة؟
الراجل تسو ده بيقولك إن المنتصرين يخططون للفوز أولاً ثم يذهبون للحرب، أما المهزومون فيذهبون للحرب ثم يبحثون عن طريقة للفوز. ودي مش فلسفة قديمة، ده منطق بيشتغل في الشغل، في البيزنس، في أي مشروع، حتى في علاقاتك وحياتك الشخصية. هتلاقي إنك محتاج تشتغل علشان تتجوز، أو إنك تتجوز الأول مش مهم إزاي، بعدين تسد الديون اللي عليك وتبص تلاقي نفسك يا إما تسيب نفسك والمية ترفعك، يا إما تبلي شعرك عشان ما يجيلكش ضربة شمس. القاعدة الرابعة وهي التمركز التكتيكي. سون تسو هنا كان شايف إن القائد الحقيقي مش اللي يدخل المعركة علشان يثبت شجاعته، لكن اللي يدخلها بعد ما يكون حسمها ذهنياً ولوجستياً وتنظيمياً. وقال لك القائد الماهر يضع نفسه أولاً في موضع لا يمكن هزيمته فيه، ثم ينتظر فرصة هزيمة العدو. خليك خداع، ما تعرفش الناس انت رايح فين، لو عرفوا انت رايح فين مش هتكمل. وصاحبنا تسو أرحمكم الله كان مؤمن إن الحروب والصراعات كلها خداع وتكتيك، مش كل اللي باين حقيقة، ومش كل اللي ساكت ضعيف، وما تقولش كل اللي عندك. القاعدة الخامسة وهي الطاقة، انرجي. وركز في القاعدة دي كويس لأن أمريكا بتطبقها بحذافيرها حاليا. في المعركة يمكن استخدام القوات المباشرة للاشتباك والغير مباشرة لتحقيق النصر، بمعنى زي ما أمريكا عملت بالظبط. في الأول بدأ بفنزويلا اللي هي بتمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم، وبعدها دخل على إيران اللي هي بتمتلك ثالث أكبر احتياطي نفط في العالم، وكده كده حاطط رجله في السعودية على هيئة قواعد عسكرية اللي هي تاني أكبر احتياطي نفط في العالم. فأنت في خيالك مثلا إنه بيضرب في إيران عشان النووي والكلام ده، لكن في الحقيقة هو دخل الحرب دي عشان الموارد الطبيعية زي النفط والمعادن النفيسة. وبما إنه مش هيعرف يدخل في حرب مع السعودية، فبيجرها هي ودول الخليج في حرب مع إيران عشان يخلق حالة من الفوضى في المنطقة. ومش بعيدة تلاقي الجيش الأمريكي الإسرائيلي بيزيد في الدول العربية بحجة الحرب مع إيران، ويتحول الوجود العسكري المؤقت لاستيطان زي ما اتعمل مع فلسطين بالظبط، ويبقى فاضل لبنان اللي بالفعل الجيش الإسرائيلي استغل الفرصة وبيوسع احتلاله هناك دلوقتي، ويتبقى جزء من العراق والجزء الأخير بتاع مصر، وتبقى اكتملت خريطة إسرائيل الكبرى. بس على مين؟ ما يعرفوش إن العرب صاحيين قوي ومركزين قوي قوي، واللي أكيد إن قيادات دول العرب والخليج قارئين اللعبة كويس. القاعدة السادسة وهي نقاط الضعف والقوة. كن كالماء، دي أغرب نصيحة عسكرية في كتاب عمنا تسو، بس فعلا الجيش الغبي هو الجيش الثابت المتصلب. والمية ملهاش شكل، تحطها في كوباية تبقى شكل الكوباية، تحطها في براد تبقى شكل البراد. خليك زي المية، تقدر تتكيف مع أي وضع وتحت أي ضغط وفي أي بيئة، ولكن إياك تهاجم عدوك في نقطة قوته أبداً. لو كان خصمك قوي في السعر نفسه في الجودة، ولو كان قوي في الانتشار نفسه في خدمة العملاء. يجيلك هنا روح هناك. كن كالماء، تسلل من الشكوك التي لا يراها أحد. القاعدة السابعة وهي المناورة. لكن المناورة مش إنك تتحرك بسرعة وخلاص، لأ، إنك تتحرك بسرعة وفي الاتجاه الصح، وفي التوقيت اللي يخلي خصمك يحس إنه دايماً متأخر خطوة في ساحة القتال. السرعة هي جوهر الحرب. القاعدة الثامنة وهي تنويع التكتيكات. وخليني أرجع معاك في التاريخ لغزوة مؤتة، لما سيدنا خالد بن الوليد عمل خدعة عبقرية، وكان جيش المسلمين وقتها 3000 قصاد 200,000، وبدل ما يدخل المعركة ويخسر انسحب بكل ذكاء وبدون خسارة، وأعاد تنظيم الجيش وغير مراكز المقدمة والمؤخرة، وأمر الخيالة بإثارة غبار كثيف خلف الجيش علشان يخدع العدو إن في إمداد وسط. وكانت النتيجة إن الروم وقفوا مطاردة المسلمين ظنا منهم إن دي خدعة لاستدراجهم، وده سمح لسيدنا خالد بالعودة لجيشه بذكاء. وحتى في صراعاتك الداخلية بعيد عن الحروب انت بتخدع نفسك ان انت ابن الشركة عشان تصبر نفسك انك عادي تتأخر في الشغل 6 ساعات، ده مكانك برضه لازم تضحي عشان. القائد الحكيم يكيف خططه وفقا للظروف. القاعدة التاسعة وهي الجيش في مسيرة. والقاعدة دي حرفيا بتتلخص في كلمتين انك تفهمها وهي طايرة: الإشارات، التحركات، التجهيزات. من يعرف كيف يفسر إشارات الأرض وحركات العدو لن يفاجأ في ساحة القتال. القاعدة العاشرة وهي تصنيف الأرض. الأرض ممكن تبقى باينة قدامك إنها رمل عادي، وأول ما تحط رجلك تلاقي نفسك بتغرق في رمال متحركة، لأن أنت ما درستش الأرض كويس وكنت ماشي بتلوش وخلاص. الأرض قد تكون ميزة أو فخا، افهمها
قبل أن تخطو عليها. القاعدة ال11 وهي الأراضي التسعة. سون تسو قسم أوضاع الجيش في المعركة ل9 أوضاع، منها اللي داخل حدودك واللي خارجها، اللي تقدر تنسحب منها بسهولة واللي صعب، منها اللي محتاجة تنظيم ومنها اللي محتاج سرعة التنفيذ. حين لا يكون هناك مخرج يقاتل الجنود بشجاعة مضاعفة. القاعدة ال12 وهي الهجوم بالنار. ومش كل الهجوم بالنار مجرد تحرق أي حاجة، لكن استغلال الظروف والعوامل الطبيعية والتوقيت والموارد عشان تقلل قوة العدو وتحقق النصر بأقل تكلفة ممكنة. زمان كانت الحروب بالسلاح، أما النهاردة الحروب بقى ليها شكل تاني. ممكن مثلا أسخن الدنيا حواليك، أدخلك في صراعات داخلية أو مشاكل اقتصادية، أو إن حربك إلكترونياً، أو أسبب لك تهديدات تهدد الأمن المائي والغذائي زي مشكلة نهر النيل مثلاً، أو أعمل فوضى في باب المندب وأعطل لك قناة السويس، وفي ليبيا والسودان وغيرهم. المهم إنك تفضل دايماً عندك مشاكل عايز تحلها عشان ما تفوقش وتعرف قيمة نفسك. بس على مين؟ ده أنا فاتح الخرطوم بإيدي. كنت عايز أكتب عنوان الحلقة فن إدارة الخرطوم. والله من يعرف متى يستخدم النار ومتى يتجنبها يملك زمام المبادرة. القاعدة ال13 وهي استخدام الجواسيس. باختصار لازم تبقى عارف خطوات عدوك قبل ما يتحرك، ويبقى عندك عيون جوه إدارته. هنروح بعيد ليه؟ رأفت الهجان: المعرفة المسبقة عن تحركات العدو ونيته هي المفتاح للنصر، والجواسيس هم العيون التي تمنحك هذه المعرفة قبل أن يكتشفك أحد. سون تسو عمل الكتاب ده مش علشان يكون دليل القاتل المحترف، لكن علشان يكون دليل للبقاء، ويعلمنا إن الصراع جزء من الحياة، وإن الذكاء يغلب القوة، وإن التخطيط بيغلب الشجاعة العمياء. عمرها ما كانت بإنك تطلع السلاح وتروح تحارب، في عقل وخطط ودراسة. بس كده، دي كانت حكاية النهاردة. اتعلموا من اللي فات واصنعوا اللي جاي. دمتم سالمين.